أنا واقف يعني جماعة القطر يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن سلك سبيلهم واعتقد عقيدتهم وسار على منهاجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمما أحب أن أذكر نفسي وإياكم به أن الله تعالى إنما خلقنا في هذه الحياة لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي تحقيق العبودية لله تعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تعالى خلقنا لعبادته، وعبادته هي توحيده والإخلاص له، وهي معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود حق في هذا الوجود إلا الله. فإذا حققنا هذه العبودية وعرفنا حقيقتها وأدركنا معناها وقمنا بها، دخلنا بإذن الله تعالى في زمرة عباد الله الصالحين. إن الله تعالى أمرنا بعدة أوامر لا يمكن جمعها في هذه الخطبة، ولكني أحاول أن أختصر جملة عظيمة من هذه الأوامر، من أجلها وأعظمها وأهمها وأخطرها توحيد الله عز وجل، الإخلاص له، إفراده تعالى بالدعاء. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس، وكان راكبا خلفه، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نبينا الأعظم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربي ابن عمه ويعلمه توحيد الله، فيقول له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لم
يقل له إذا سألت فاسألني، وهو أعظم الخلق وأجل الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعوت الله وسألته أجاب دعاءك، فلست محتاجا أيها المسلم، لست محتاجا أن تدعو أحدا غير الله وتبارك في علياه. قال عز وجل: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله جل وعلا أمرنا جميعا نحن المسلمين بدعائه وحده واللجوء إليه وحده وسؤاله وحده. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تسأل أحدا غير الله، لا سيما فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه وتبارك في علياه. قال تعالى: قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالله جل وعلا يقول لمن يدعو غير الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني. الذين زعمتموهم آلهة يستحقون العبادة والدعاء والخوف والتوكل والرجاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني، من دونه أي من دون الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو إماما مهديا أو عالما فاضلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون أي هم أنفسهم يدعون الله ويخافون الله ويطلبون منه جل في علاه وتبارك في علياه. والآيات كثيرة جدا تدعو المسلم المؤمن الموحد إلى إفراد الله عز وجل بالدعاء، وهو معنى قولنا لا إله إلا الله. الأمر الثاني: نحن بحاجة إلى التقارب وإلى الاعتصام بحبل الله وإلى نبذ الفرقة والخلاف. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا أردنا أن نحقق الاعتصام وأن نترك التفرق
لا بد أن ننظر في أسبابه. ما هي الأسباب التي أدت إلى تفرق المسلمين؟ لماذا هم متفرقون وهم ضعفاء وأعداؤهم قد تكالبوا عليهم؟ من هذه الأسباب أننا لم نمتثل أمر الله جل وعلا في تحكيم شريعته والرجوع إلى دينه والاستسلام لشرعه. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال جل في علاه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل في علاه أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه وأن نرجع إلى دينه في جميع شؤون حياتنا. قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فالله عز وجل أمرنا جميعا إذا كنا مؤمنين أن نتحاكم إلى شريعة رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى أن قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالاستسلام لله والتحاكم إلى شرعه ودينه أمر في غاية الأهمية. إذا طبقه المسلمون أفلحوا بإذن الله تعالى وحققوا مقاصدهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن سلك سبيلهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فبقي أمر في غاية الأهمية به يحصل التقارب والاجتماع والتآلف والوفاق، وهو أن نعرف للصحابة جميعا قدرهم من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأصحاب، فإنهم كانوا على وفاق ومحبة وتآلف، ولم يكن بينهم عداء أو كراهية أو حقد، وإنما يحصل بينهم ما يحصل بين الأخ وشقيقه. لكن من حيث الجملة كانوا متحابين وكانوا مترابطين. ومن الأدلة على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه
الخلق جميعا ويقول لهم: ارقبوا محمدا في أهل بيته. وكان رضي الله عنه يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فكان يحب أن يصل أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أحب إليه من أن يصل أقرباءه. ولذلك أيضا مما يبين العلاقة الوطيدة والمحبة الأكيدة بين آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وبين سائر الصحابة أجمعين أن عليا رضي الله عنه أمير المؤمنين سمى بعض أبنائه أبا بكر والآخر عمر، فلو كان بينهم عداوة وحقد وكراهية كيف يسمي أبناءه باسم من يعاديهما؟ فالتاريخ يحتاج إلى إعادة نظر، وما يذكر ويقال من عداوة وحقد يحتاج إلى إعادة نظر، فلم يكن بينهم إلا المحبة والوئام والاتفاق والعلاقة الوطيدة. فنحن بحاجة إلى أن نزيل تلك الفوارق وأن نبعد هذا الخلاف، لكن بأن نطهر قلوبنا عن الذين سبقونا بالإيمان. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. قال جل وعلا: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فإذا أخبر الله أنه قد رضي عنهم ونزل الوحي بذلك أيمكن أن يسخط عليهم بعد ذلك، فضلا أن يكفروا أو أن يرتدوا؟ حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فالله جل وعلا غفر لأهل بدر وأهل أحد وغفر لأصحاب الفتح وللمسلمين جميعا، وهم ليسوا معصومين، يحصل منهم الخطأ ويحصل منهم الذنب، لكنهم يوفقون للتوبة والندم والرجوع إلى الله. فإذا أردنا أن نحقق التقارب وأن تجتمع قلوبنا وأن تتحد كلمتنا فيجب علينا أن نطهر هذه القلوب وأن نطهر ألسنتنا عن أسلافنا الصالحين من أهل البيت الطيبين والصحابة المباركين. ولذلك أقول وأدعو وأرجو الله عز وجل أن تكونوا كذلك، أنني ربحت أهل البيت ولم أخسر الصحابة، لم أخسر أحدا ولا أتكلم في أحد منهم بسوء لما ثبت من فضلهم ومنزلتهم وجليل قدرهم رضي الله عنهم أجمعين. لذلك أدعوكم دعوة صادقة إلى محبة جميع سلفنا الصالح من آل بيت نبينا
رضي الله عنهم ومن الصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نعرف لهم قدرهم، وأن نعرف لهم قيمتهم، وأن نحترمهم، وأن نلقى الله تعالى وقلوبنا طاهرة نقية بيضاء تجاه صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم إنا نسألك أن تؤلف ذات بيننا، اللهم إنا نسألك أن تجمع المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف ذات بيننا وانصرنا على أعدائنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على المعوزة على